ولا بالمقيمين. نحن فئة تعاني الأمرين، ليست لدينا لا جوازات سفر ولا حتى رخص للعمل ولا حتى أي وسيلة ممكن نشتغل بها أو ننتج فيها أو ننتج بها يعني في هذا البلد أبدا. لماذا؟ لأننا محتقرين من قبل قرارات تعسفية سيئة صدرت في سنة 1996 وفي سنة 2005. نحن فئة محتقرة مع الأسف الشديد، لا نفر لا إعلاميا ولا حتى صحفيا. لماذا؟ لأنها تدعي وتزعم حرية الرأي والتعبير وما أدري إيش، وفي الأخير تظلم الفئة هذه ولا كأنها موجودة وتنكرها إنكارا حقيقيا، بينما نحن نعيش ونمثل أيضا مئات الأفراد في قطر. نحن أيضا فئة في دولة مثل قطر صغيرة، مئات الأفراد فيها يعني ما يشكلون شيء. لا طبعا يشكلون شيء لأنهم موجودين ونعيش بين الناس ويجب الاعتراف بنا. أول حاجة الضياع في كل شيء. المسألة ما هي مسألة عندنا أصحاب جنسية، المسألة مسألة وطن، مسألة غربة، مسألة معيشة، مسألة استقرار.